ثم إن سكينة سألت من عمتها لمن تخاطبين، فأجابتها أخاطب أباك الحسين، فألقت بنفسها من محملها إلى جسد أبيها واعتنقت جثتها منادية يا والدي والله عظيمة أنا صير من دغري يتيمة، مويا والنوح من عقبك لجيمة، فابكت جميع الأعداء. قال ابن سعد نحوها من على جسد أبيها، فاجتمع عليها عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها، قامت والدموع جارية وكأني بها نادت مويا برضاك لو رغم علي أنا يجرني العدو من بين يديك، أصرخ ودير العان ليا وادري بحميتك ما تخليك معذور يا الحز ورديك.